بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. النهاردة يا شباب هناخد إزاي نكتب باراجراف عن السيرة الذاتية لشخص أنا معجب به، أو شخص مشهور، أو شخص بعتبره مثلي الأعلى أو قدوتي في الحياة. طبعا إحنا بنكتب 110 كلمة. A biography اللي هو سيرة ذاتية about عن a person شخص I admire أنا معجب به، or أو a famous person أو شخصية مشهورة، أو my role model شخصية بعتبرها مثلي الأعلى أو قدوتي في الحياة. أنا اخترت لكم هنا شباب شخصية محمد صلاح عشان دي سهلة ونعرف نكتب عليها، وعندنا معلومات عنها من أولى إعدادي وتانية إعدادي. محمد صلاح is a person. محمد صلاح هو الشخص who I admire most الذي أحبه أكثر. He was born in هو ولد في a village في قرية in غربية في محافظة الغربية. He is polite هو شخصية مؤدبة أو مهذبة and hard working ومجتهد. He has played for many teams هو لعب لفرق كرة قدم عديدة. He also plays for the Egyptian national team هو يلعب أيضا للمنتخب القومي. He scored many goals for our team هو قد أحرز أهداف كثيرة لمنتخبنا الوطني. He played for Roma team كما أنه قد لعب لفريق روما. Now الآن he plays for Liverpool in England and scored many goals. الآن هو يلعب لفريق ليفربول في إنجلترا وقد أحرز كثيرا من الأهداف. Liverpool is a very good team. ليفربول هو فريق ممتاز أو جيد جدا. I like the way by which they play فأنا أحب الطريقة التي يلعبون بها. Players are so active and present great shows and good results. اللعيبة في الفريق نشيطين جدا ويقدمون عروض جميلة أو عظيمة ونتائج جيدة. This happened after Salah's joining to them. هذا حدث بعد انضمام محمد صلاح لفريق ليفربول. صلاح added much speed to the team كما أن محمد صلاح قد أضاف سرعة كثيرة للفريق. صلاح has got a lot of important awards in Africa and Europe وقد حصل محمد صلاح على جوائز هامة في أفريقيا وفي أوروبا. شكرا يا شباب، وإلى اللقاء في الدرس القادم مع تحيات قناة مستر محمد القشاوي التعليمية.